هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة بيتكلم عن الأخلاق والتربية اللي احنا اتربينا عليها في بيوتنا. نتربى على حاجة ونخرج نلاقي حاجات غريبة، في اللي متربي وفي اللي ما ترباش أصلا، ما سمعش عنها يا حبيبي. ما علينا. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنثبت. يعني هنعمل ايه؟ هنثبت على أخلاقنا وتربيتنا، مش هنتأثر بأي حاجة. مش هنقول اصل فلان عمل معايا كذا وكذا وكذا فانا هعامله بنفس المعامله. لا، ما تعاملوش بنفس المعامله، عامله باخلاقك، عامله بتربيتك، عامله باللي انت نفسك هو يتعامل معاك بيه. اوعى تتأثر. ليه؟ لان انت لو بمنتهى البساطه بقيت زيه خلاص انت كده يعني بيسقط عنك اجمل مبادئ واخلاق انت اتربيت عليها، فهو كده اثر فيك. فلا، انا هفضل مكمل ومؤثر في اللي حواليا اتأثروا كان بيها، ما تأثروش ربنا هيجازيني عن كل حاجة حلوة انا عملتها. عملت الخير هيلف يلف وهيجيلي. عن يعني من خلال الشخص ده جالي الخير، جالي عن طريق حد تاني. ربنا وقف لي حاجات كتير حلوة في حياتي من ناس تانية حصلت. فالخير هيلف يلف وهيجيلك. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيقول لو القيامة بتقوم وفي إيدك نواة اغرزها. بمعنى أصح هو يقصد، يعني هو ما يقصدش بكلمة القيامة بعينها، هو يقصد إن لو الدنيا كلها بتخرب من حواليك ازرع يعني اثبت على الخير، اثبت على مبادئك وأخلاقك وما تنجرفش. حتى لو المجتمع كله بقت كل ثقافاته منفتحة أكتر ما هو منفتح ما شاء الله، والعالم كله أصبح حتى أوضة وصالة، فأنت اثبت. عارفة إن في حاجات كتير غليت من حوالينا، عارفة كمان إن غير الغلا اللي احنا بقينا فيه متطلبات الجواز بقت أكتر وأكتر. عارفة إن في حاجات كتير أنت ملزم بيها أو أنت مثلا ملزمة بيها. اوعوا تضعفوا بجد. اثبتوا على مبادئكم وقيمكم، ومن ترك شيء لله عوضه الله خير منه. شكرا.